الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتحدث عن مفهوم الزمكان من خلال القرآن الكريم. حدثنا الله عز وجل في كثير من القصص عن أنبياء وعن أمثلة لنتعلم، ومن بين القصص التي اهتمت بالزمكان قصة نبي الله العزير الذي أماته الله 100 سنة، فظن بأنه لبث يوما أو بعض يوم. وقلنا سابقا بأن الحروف هي أكوان مستقلة بذاتها، لها زمكان خاص بها، لها قمر وشمس تختلف عن هذه الشمس وهذا القمر الذي يخص ويتعلق بالأرض. فبالتالي حيثما أنت انتقلت وابتعدت عن الأرض في الكتاب المنظور هذا تجد زمكانا يختلف عن الزمكان الذين عاهدوا على الأرض. وقلنا أيضا بأن تلك الحروف ومنازل القمر فيها، أي النقطة التي تسبح في ذلك الحرف والتي تؤسسه، تعطي رقيما مقابلا لذلك الحرف، فالألف ب1 والباء ب2 والجيم ب3. هذا فيما يخص الجفر الأيقاغي، وهناك أنواع أخرى من الجفر تهدف إلى نفس الشيء، إلى ترجمة الحروف إلى أرقام لاستخراج جداول من كلمات أخرى تكون لها علاقة بالكلمة الأصل، فنزداد فهما ونزداد علما بإذن الله. إذن قصة نبي الله عزير نبتدئ أولا باسم عزير. عزير، عين زين ياء راء، العين ب7 والزاي ب70، أو عفوا الزاي ب7 والعين ب70، تكون لدينا 77، والياء ب10 إذن 87، ثم الراء ب200. هكذا يكون لنا مجمل رقيم اسم عزير هو 287. إذن لنحتفظ بهذا الرقم، ثم لنذهب إلى القرآن ونبحث أين ذكر نبي الله عزير. نجد بأنه ذكر في سورة البقرة، وتماما في الآية 258 في سورة البقرة. والرقم 258 إذا أنت أضفت إليه اللام التي تساوي 30، وهي لام التنزيل تحدثنا عنها في حلقة خاصة لأهمية هذا الحرف ودوره في التنزيل، يكون لدينا 258 زائد 30 تعطينا 288، وهي رقيم اسم عزير 287 زائد 1، كما لو أن الآية هي محاق لقمر اسم عزير. كما للحروف قمر وشمس، للكلمة أيضا قمر وشمس أو شموس وأقمار. للحرف زمكان، وللكلمة التي تحتوي على ذلك الحرف زمكان آخر يشمل زمكان ذلك الحرف. فنحن في تشابك زمكاني كبير فسيح لا يحده إلا علم الله عز وجل. إذن اسم عزير يعطينا الرقم 287، وإذا حذفت 30 التي تهم لام التنزيل يصبح لديك الرقم 257. لنذهب إلى الآية 257 في سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هنا حديث عن قصة نبي الله إبراهيم ومناظرته للنمرود، حيث أن إبراهيم عليه السلام قال بأن الله هو الذي يحيي ويميت، فتحداه النمرود وقال أنا أيضا أحيي وأميت، فأمر بالإتيان بعبدين محكوم عليهما بالإعدام، فعفى عن أحدهما وأعدم الثاني، فقال هكذا أنا أحييت وأمت. ثم قال سيدنا إبراهيم إن ربي يأتي بالسماء من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فبهت الذي ظلم والذي كفر أي النمرود. لأن هنا سيدنا إبراهيم يؤكد على أن الإحياء والإماتة هي من قدرة الله عز وجل، وكذلك السيطرة على الشمس أنها طائعة بين يديه، والشمس هي لحساب الزمن أيضا، فالسنة الميلادية الشمسية هي تتحدد بعلاقة الأرض والشمس، حتى لا نتحدث عن دوار الشمس حول دوران الأرض حول الشمس أو الشمس حول الأرض، حتى لا ندخل ذلك الجدل العقيم الذي يكاد يشبه ما الذي سبق البيضة أم الدجاجة. إذا هنا الله عز وجل يؤكد بأنه هو الذي يسيطر على الزمان وعلى الحياة وعلى الموت. ثم تأتي الآية 258 يقول الله فيها عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هنا حالما تساءل عزير عن كيفية إحياء الله لتلك القرية بعد موتها أماته الله 100 سنة، وحينما رد الله فيه الروح استيقظ وسأله الله عز وجل كم لبث قال يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 سنة. إذن هنا نتحدث عن زمكان يختلف عن الزمان على الأرض، حيث تلك القرية والمكان الذي حدثت فيه هذه القصة. ثم أن الله قال له انظر إلى طعامك لم يتسنه، أي أن الزمان لم يؤثر بتاتا، زمان تلك القرية لم يؤثر على الطعام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن الحمار أعزكم الله جرى عليه زمن الأرض، زمن تلك القرية. إذن الثلاثة كانوا في نفس المكان، عزير وطعامه وحماره. عزير دخل نفقا زمنيا خاصا به 100 سنة مقابل يوم أو بضع يوم، والطعام لم يحدث له شيء، لم يتأثر البتة، والحمار اندثر وتحلل، مضت عليه 100 سنة. إذن نحن هنا بصدد 3 معالم أو أبعاد زمنية مختلفة في نفس المكان، فلتتأمل في قدرة الله عز وجل أنه في مكان واحد يكون لديك شخص نائم ولكن مضى عليه 100 سنة لم يتحلل جسده، لكن وعيه حينما استيقظ لم يستشعر أبدا مرور 100 سنة.
كما لو أنه نام واستيقظ في ليلة أو بضع يوم. ثم انظر إلى الطعام، لم يتسنه ولم تمسسه أذى أو أثر لذلك الزمن الذي مر على القرية. وهذا معلم أو بعد آخر للزمن بجوار الزمن المخالف له لعزير عفوا. ثم اختفاء الحمار دليل على أن الزمن كان يؤثر فيه زمن تلك البلدة أو تلك القرية أو الزمن على الأرض. إذن هنا نتحدث عن القبب الزمانية أو الأهرامات المثلثة كما تحدثنا في نجمة داود وفي الدرة اليتيمة، وعلى أن بداية الخلق هي مثلث وكنتم أزواجا ثلاثة. إذن الرقم 3 يتكرر هنا والأزمنة 3 تتكرر هنا. فهنا التساؤل: ما كان وما طبيعة زمن عزير حيث لبث 100 سنة، وما طبيعة زمن طعام حيث لم يتأثر، وأنه انتقل فعليا من زمن ناقص 100 سنة إلى زمن الآن في طرفة عين. حالما استيقظ عزير وجد طعامه لم يتسنى، كما لو أن الله أتى بعرش بلقيس في طرفة عين في قصة سليمان. وزمن الأرض بالنسبة للدابة الحمار. إذن هنا زمن للإنسان وهو زمن الأرض وهو الذي أثر على الحمار، وهناك زمن أسرع كطرفة عين مما شمل وأثر وحافظ على الطعام وهو زمن الملائكة، وهو زمن سريع للغاية يفوق سرعة الإنس. أما عزير فشمله زمن ثالث وهو زمن الجن. إذن هنا نتحدث عن 3 أزمنة مختلفة: زمن الإنس وزمن الجن وزمن الملائكة. وحينما نتحدث عن اختلافات الزمن فإننا أوتوماتيكيا وتلقائيا نتحدث عن السرعة. إذن هكذا تكون لدينا فكرة عن سلاح من أسلحة آخر الزمان التي ستتوفر بين أيدي المهدي عليه السلام، لأن من المنطقي أن تكون له سلطة مفوضة من عند الله على الزمن حتى يصارع ويجابه خصما لدودا وهو الدجال، الذي هو أيضا له سيطرة نسبية على الزمان، حيث أن الرسول قال بأنه يلبس فينا 40 ليلة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع والباقي كسائر الأيام مما نعود. إذن هنا الدجال له في بداية خروجه 3 أبعاد زمانية، أي 3 مستويات للسرعة. سرعة مقدار اليوم فيها بمقدار سنة مما نعد نحن، أي أنه سيكون سريعا للغاية، سيطوف وسيجول وسيفتن الناس. وفي يومه الثاني سيطوف لمدة شهر في زماننا، ويكون سرعته قد تباطأت بمقدار 1/12، لأن الشهر يمثل 1/12 بالنسبة للسنة. ثم يصبح اليوم بمقدار أسبوع مما نعود، أي أن قدراته تلك الخارقة سوف تتناقص رويدا ليصبح متساويا في الزمان مع البشر على الأرض. لكن سيفاجأ، لأن سيكون لله عباد يحبهم ويحبونه، يفوض الله لهم دخول قبب نورانية تختلف معالم الزمن فيها،
فتنقلب الطاولة على الدجال فيصبحون هم المسيطرون على الزمن، وهو الوضيع الذي يمشي بين البشر مثلهم، فيستحق ما سيحل به بتجلي عيسى بن مريم عليه السلام وقدومه آخر الزمان ليقتله ويئد فتنته للأبد لتبدأ أحداث الخلق الجديد. وهذه القبب الزمكانية لمن كان لديه عقل لبيب فهي مستشفيات أيضا متنقلة. الذي يتحكم في قبة زمكانية إن هو أدخل من به برص أو مرض جلدي فإنه سيسافر بخلايا ذلك الجلد إلى زمن كانت فيه فتية طبيعية على فطرتها لم يصبها المرض بعد فيجدد الخلايا. هذا مثال بسيط، وقس على ذلك ما يمكن فعله بتلك القباب. وهذا يشرح قول العارفين بأن المهدي يرى غداه في المنام، والمنام قد يكون يقظة أو نوما، أي أنه يرى رؤيا. سلطته على الزمن تعطيه ذلك السبق حتى يعلم ما يعد له عدوه، فيعد بذلك خطة مضادة ماكرة لا يستوعبها عقل عادي، فيكون فعلا قد بهت الذي كفر. والدجال انسلخ عن الآيات، فما حق في حق النمرود سيحق إن شاء الله في حق الدجال وأعوانه. القادم لن يستوعبه عقول الغافلين، لذلك أنا أدعو مرارا وتكرارا على اليقظة والاستيقاظ، لأن الوقت ينفذ إن لم نقل نفذ. وإن عدنا نحن إلى الأرقام سنجد بأن سيدنا إبراهيم تحدث في الآية 257 عن سيطرة الله على الشمس والمواقيت، عن الشروق والغروب. كذلك فعل مع عزير. أنا أذكر يوشع لأن يوشع أيضا له قصة مع الشمس، فهو أوقفها بإذن الله عز وجل، سيطر على الزمن، والقصة فيها تفاصيل وألغاز أخرى سنسردها مستقبلا إن شاء الله. لكن بانتظار ذلك شجعوا القناة وشجعوا هذا المجهود الذي أقوم به، اشتركوا وشاركوا هذه الفيديوهات لأنها تحمل أملا، والقناة أسميتها يرقات الأمل. ساعدوا أنتم تلك اليرقات على أن تصبح يانعة، على أن تثمر. تخيلوا لو أنها كبصيلات أو منابت للأمل، فلنسقها جميعا ولنشرف عليها لتتغذى وتكبر، لعلها تعيننا على أن نرى الآمال حقيقة ذات يوم. فالكلمة بيان، ومن البيان سحر، والسحر نوعان: سحر كافر وسحر المؤمنين. فالآية 257 إذا أضفت إليها 30 ستجد بأن العدد يصبح 287، وهو العدد المقابل لاسم عزير. وعدد آيات سورة البقرة هي 286. إذن أنت إذا اعتبرت أن الآيات هي منازل قمرية لسورة البقرة وأن عدد المنازل 286، فالمحاق لدخول السورة المقبلة هو 257، وهو اسم نبي الله عزير. ثم عن حادثة الحمار هنا في القصة، الله يعلمنا كيف أنه يقدر أن يكسو العظام لحما وأن يجدد البناء. فتلك
الحادثة والسيطرة على الزمكان هي مستشفيات خارقة للعادة، تعيد إحياء الأموات بإذن الله عز وجل. ولنتذكر بأن الشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون، ولنتذكر بأن في القرآن هناك إشارات على رجعة أقوام قضوا نحبهم لكنهم سيعودون. فكيف سيعودون؟ هل ستكون لتلك القبب النورانية والمعالم الزمكانية دور في ذلك؟ أنا أعتقد ذلك وبقوة إن شاء الله. ثم إذا أخذنا عدد اسم عزير 287 وحذفنا منها عدد سور القرآن 114 ستعطينا عددا أكبر من 114، ثم نحذف 114 لنجد الحاصل بالنهاية الأدنى من 114 هو 57. وإن أخذنا رقم 57 وذهبنا إلى ترتيب سور في القرآن سنجد سورة الحشر، عفوا ترتيب سورة الحشر 59، وهو نفس الفرق الذي نجده حينما ننقص 114 من 287. سورة الحشر تبتدئ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن هنا الحديث عن الحشر وعن القرى الظالمة لنفسها وكيف أن الله يبيدها، ثم هناك حديث على أن الكفار يقاتلون المؤمنين من وراء جدر، وهو حال ما نعيشه اليوم. عدونا يحاربنا من وراء جدر خلسة خفية، يستعملون السحر، يستعملون الجدران، هم كالجرذان يحاربون دون أن يباشروك. كل الجبن متجل فيهم وفي تصرفاتهم، تصرفات الشياطين هي كذلك في كل آن وفي كل حين. فحينما يأتوا أولئك الرجال الذين يقبضون على الجمر ويحبون الله ويحبهم الله يمددهم الله، يكونون أوعية لتنزلات من عند الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، فتتجلى تلك القوى وتلك السيطرة على الذات والارتقاء بالنفس إلى النفس المطمئنة فما فوقها من نفس راضية أو مرضية أو كاملة، لما لا، الوصول إلى الإنسان الكامل ليتكرس ما وعد الله ويظهر للجميع في الآفاق آيات الله، كيف أن الله ولما كرم الإنسان، أي أن الإنسان متى تخلى عن غروره وتذكر وارتقى بذاته يصبح ذا يد من عند الله، يبطش بيد الله لأنه يكون وليا صالحا لله. فتلك القباب سيكون لها دور، وهي مذكورة في الآثار وفي الأحاديث التي تركها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحاضرة في كتب الأولياء الذين تحدثوا عن الإمام وعن أسماء أصحابه سلام الله عليهم. شاركوا هذا الفيديو على أوسع نطاق واشتركوا في القناة، والله لفيها كنوز ودرر، والقادم أفضل وأجمل، لكن لودوا بهذا الكهف البسيط. والله ما أريد منكم لا جزاء ولا شكورا، إنما هو الحب الذي يحملني إلى الحديث إليكم والشوق إليكم. أنتم الذين لا أعرفكم ولا تعرفونني، فقلت ذلك سابقا. دافعي الأول كان هو أن أترك أثرا لعل ذات يوم ابنتي تجده فتعرف أباها كيف هو على حقيقته، لأنني لا أراها كما أشتهي، والله أراد ذلك، فالحمد لله على كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثقوا بأنفسكم واشتغلوا على ذواتكم، فالتحديات قادمة وصعبة ولا يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فكونوا من الصابرين أو كونوا من ذوي الحظ العظيم، فالله رحمن رحيم. لكن عليكم أن تستيقظوا وأن تخرجوا من ذلك السباس، من تلك الغفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وبأجر كريم. أولئك الذين ذكرهم الله في سورة ياسين
هم كانوا يكذبون الرسل رغم تعزيز الله لهم بالثالث، ويقولون ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أي هذا يفيد بأن أولئك الذين يكذبون الرسل هم يؤمنون بالرحمن، يعرفون الرحمن، أو يدعون، يظنون، يعتقدون بأنهم يعرفون الله في حين أنهم يكذبون رسله. فاحذروا فاحذروا، هم كانوا في غفلة. وسورة ياسين هي قلب القرآن، وقلب القرآن حاضر في كل آن ومكان وزمان، فتلك الأمثلة المضروبة في سورة ياسين ستتجلى شاخصة في آخر الزمان. فحذاري أن تكونوا ممن يعتقدون أنهم يعرفون الرحمن ولكنهم في الحقيقة يعرضون ويكذبون ما يأتي بهم المرسلون وما تتجلى في الآفاق من نذر. يريد الله من خلالها أن ينذرهم رحمة بهم لعلهم من غفلتهم يستيقظون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على محمد النور الشامل والسر الكامل. واللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، واللهم اغفر لمن علمنا وارحمه، اللهم أعن أمة الإسلام في كل آن ومكان. سلام يا صاحبي.